السلام عليكم. لو حد عايز ينزل في الوزن وعايز يبدأ دايت، من المشاكل الكبيرة اللي بنقع فيها إن أنا أجي أبدأ أول ما أجي أعمل دايت أروح مزود فواكه. أنا متخيل إن أنا كده باكل حاجة صحية وحاجة فيها فيتامينات وحاجة فيها معادن، وإن ده هيساعدني في الشبع وهيخليني أنزل في الوزن بشكل صحي. ومع الوقت يبدأ يلاقي إن في ثبات في الوزن، مفيش نزول في الوزن، فيبدأ إن هو يوقف كل النشويات اللي بياكلها، يوقف رز ويوقف مكرونة يوقف عيش ويزود فواكه، لكن برضه ما بيلاقيش نزول في الوزن. العكس كمان، ده ممكن في بعض الأشخاص الموضوع بيتطور عندهم يعمل آلام في المعدة، وممكن يكشف ويلاقي فيه دهون على الكبد. طيب السبب إيه؟ السبب إن إحنا ما ينفعش نتعامل مع الفواكه زي الخضروات. الفواكه دي عبارة عن مية بسكر. أنا لما باجي آكل أي حاجة جسمي بيطلع انسولين عشان ياخد الأكل ده يحوله لسكر ويروح يخزنه في الخلايا. لكن أنا لما باجي آكل فواكه، الفواكه دي بتروح على الكبد يحولها لسكر، وبعد كده يحفز البنكرياس يطلع انسولين يخزنه، والزيادة بتتخزن في الكبد على شكل دهون. الفواكه عبارة عن نشويات بس، ما ينفعش توقف بروتين، توقف دهون، وتوقف كل الأكل بتاعك وتركز على الفواكه. انت كده بتدخل جسمك نشويات بس، وعمرك ما هتلاقي نتيجة كويسة وانت ماشي على النظام ده. فلازم ناخد بالنا ان مش اي حد ينفع ان هو ياكل فواكه السن باستمرار. في بعض الاشخاص بنطلب منهم في البداية ان هو يوقف فواكه، في بعض الاشخاص ممكن نسمح له بثمرة او ثمرتين، لكن ما ينفعش تركز في يومك يبقى مصدر الطاقة الرئيسي بتاعك هو الفواكه. شكرا.